من الواضح كده ان الزمالك داخل موسم الميركاتو ده وهو عارف هو بيعمل ايه كويس جدا. جون ادوارد شغال بنظام، كل صفقة بتدرس كويس قبل ما تتحرك فيها، ولحد دلوقتي بصراحة يعني الراجل ده مقدم ميركاتو محترم جدا، قادر يلم مراكز كتير كنت محتاج تدعيم فيها، بيتحرك على احتياجات الفريق بشكل واضح، مش مجرد اسماء وخلاص. ومن ضمن الصفقات اللي الزمالك بيحاول يخلصها دلوقتي هو اللاعب البرازيلي يان ماتيوس. اللاعب ده كواليتي مرعب، ارقامه توضح لك انه لاعب جامد جدا، وده معناه انه مش جاي لسه يتطور، ده جاي يديلك اضافه للفريق من اول يوم. الزمالك خلص معاه كل التفاصيل تقريبا، مش فاضل غير خطوه بسيطه وتتم الصفقه دي، والخطوه البسيطه دي هي خروج احد الاجانب بتوعك. وفي الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن يان ماتيوس، وهقول لك على شويه ارقام مهمه جدا للاعب ونشوف ايه مميزاته وايه هي عيوبه. ولكن قبل ما نبدا كلام عن اي حاجه، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية، واشترك في القناة. عاوزين نوصل ل 15,000 مشترك إن شاء الله في أقرب وقت. بصراحة بقيت مبهور باللي بيحصل في الزمالك دلوقتي. بنخلص مهاجم جديد سوبر رفض الأهلي قبل كده وبأقل تكلفة، وتفاوضنا مع وينج يمين سوبر وكنا مخلصين معاه كل حاجة، وفجأة الصفقة فشلت بسبب أسباب مش منطقية بالنسبة لي. وفي أقل من أسبوع نتفاوض مع جناح يمين سوبر تاني ونخلص معاه كل حاجة. جون إدوارد عامل شغل عالي جدا في ملف الصفقات ده، وأعتقد من غيره ما كناش هنشوف أي حد من اللعيبة دي. الحمد لله الزمالك أخيرا بقى على الطريق الصحيح. طيب، نيجي بقى ليان ماتيوس، الجناح البرازيلي اللي عنده 26 سنة، بيقدم موسم كروي مميز جدا مع يوكوهاما الياباني. جناح يمين رجله الشمال قوية جدا، لاعب مباشر، سريع، وبيعرف يصنع حلول من اللاشيء. وركز على الحلول من اللاشيء دي عشان هكلمك فيها بعدين. الراجل ده عقده مع ناديه بيخلص في يناير اللي جاي، يعني لو خلصته دلوقتي هيبقى عندك إمكانية إنك تقلل من سعره ولو حتى مبلغ بسيط. وفي نفس الوقت اللي عرفته إن الزمالك اتفق معاه على كل حاجة، الراجل موافق ووكيله موافق وكل حاجة جاهزة، بس الصفقة دي واقفة على خروج لاعب محترف. حرفيا احنا واقفين عشان الجفالي. لك ان تتخيل اننا ممكن نضيع صفقة بالمستوى ده بسبب ان محترف واحد مش راضي يسيب مكانه. بس اللي اعرفه ان في جلسة هتجمع جون ادوارد والجفالي عشان يخرجوه اعارة باي شكل وباي سعر حتى لو ببلاش. بس تعالى بقى نشوف مع بعض كده مين هو يان ماتيوس ده اصلا. الراجل ده لعب مع مالميراس ومورورينس في الدوري البرتغالي، وحاليا بيلعب في اليابان، يعني قضى مسيرته كلها في دوريات اعلى من الدوري المصري. وفي فكرة تانية برضو انه بيلعب بشكل مستمر مع فريقه، مش دكة او احتياطي. في يوكوهاما بيتم الاعتماد عليه بشكل اساسي، يعني في الفريق ده لوحده لعب 130 ماتش، قدر يساهم في 63 هدف. ده غير انه في اخر موسمين بس عمل 44 مساهمة ما بين اهداف واسيست، قدر يصنع 165 فرصة منهم 37 فرصة محققة. الفرص المحققة دي بتبقى أشبه بالانفرادات، وزي ما قلت لك في الفيديو اللي نزل عنه قبل كده، الجناح ده مباشر جدا على الجون، ايجابي على الجون، يعني مش مجرد بيراوغ وبيعدي، لا كمان بيصنع وبيسجل. كمان لو بصيت على ارقامه في الموسم ده بس هتلاقيه لعب 22 ماتش، قدر يسجل فيهم 5 اهداف ويصنع 3 وصنع 5 فرص محققة، وعامل معدل تحويل فرص بنسبة نجاح 19%، وده رقم مرعب. ولو ما تعرفش يعني ايه تحويل فرص فتعال اشرح لك كده بشكل سريع. تحويل الفرص دي هي نسبة عدد الاهداف اللي اللاعب سجلها مقارنة بعدد الفرص اللي جات له. يعني ايه؟ يعني مثلا بنشوف اللاعب ده مسجل كام جون من خلال كام فرصة. طب ازاي بقى بنطلع النسبة؟ بص هديلك مثال كده عشان الموضوع يبقى ابسط شوية. لو افترضنا مثلا اللاعب جاب 4 اهداف من خلال 10 فرص، بنجيب عدد الاهداف نقسمهم على عدد الفرص وبعد كده نضربهم في 100. يعني مثلا 4 على 10 في 100 هيساوي 40%. وده يوضح ان اللاعب مميز جدا في انهاء الهجمات، ما بيضيعش كتير، ما عندوش استعراض كروي، زي ما قلت لك هو ايجابي على الجون. معلش لو طولت عليك في الجزئيه دي، بس بحب عزيز الزملكاوي يبقى فاهم كل تفصيله. تمريراته دقيقه بنسبه 80%، بيعمل 1.5 تمريره مفتاحيه في الماتش الواحد. لمساته في كل ماتش تقريبا 49 لمسه. اهم حاجه بقى ان كل اهدافه برجله الشمال، يعني نقدر نستنتج من ده انه نادرا لما بيستخدم رجله اليمين. خليني اقول لك عزيزي الزملكاوي انه في الموسم ده بس مسجل 5 اهداف من 5 تسديدات. اللاعب ده في حاجة مختلفة بالنسبة لي عن كل الأسامي اللي عدوا على الجناح اليمين في الزمالك، وهي إنه مهاري وفي نفس الوقت جناح إيجابي على الجون، يعني مراوغ ممتاز وكمان بيسجل وبيصنع. خليني أقول لك إنه في 80 مباراة عامل 130 مراوغة ناجحة، وعامل 171 محاولة على المرمى، منهم 70 محاولة صحيحة.
يان ماتيوس بيلعب على اليمين، لكن رجله الشمال دي سلاح فتاك، سواء في التسديد او العرضيات او حتى الكرات الثابته، بيعمل منها كل حاجه. كمان بيرجع يعمل الواجب الدفاعي بتاعه بامتياز وبيساند الباك بتاعه. في ارقام بتقول انه بيسترجع الكوره 3 مرات في المباراه الواحده. وبالرغم ان سمعه اللعيبه البرازيليين مش احسن حاجه من حيث الالتزام والعقليه، بس اللاعب ده مختلف شويه، عقليته نظيفه، مفيش مشاكل، مفيش اصابات كتير، مفيش دوشه، لاعب مركز في الكرة وبس. وده نادر جدا لما تلاقيه في لاعب برازيلي، وده اللي خلاني اقول لك انه لعب مع فريقه 80 مباراة في اخر موسمين، يعني عنده ثبات وكمان استمرارية في الاداء. طب هل بقى عنده عيوب؟ اكيد اي لاعب في العالم عنده عيوب، ولكن هو بيعاني شوية من حتة فقدان الكورة، بيخسرها حوالي 14 مرة في الماتش الواحد. عرضياته اوقات كتير ما بتكونش دقيقة، يعني نسبة نجاحه في العرضيات 15% بس. وبصراحة يعني أنا مش هطلب منه يكون دقيق في عرضياته، لأن دي مش شغلته، دي شغلة الباك اليمين بتاعه. لكن أهم شيء بالنسبة لي إنه يكون عنصر أقدر أستفاد منه هجوميا، يفرق معايا في التلت الأخير. حاليا إحنا في مفترق الطرق، قدامنا لاعب يقدر يغير شكل الزمالك تماما في مركز الجناح الأيمن، بعد سنين ما شفناش فيه حد يقدر يشيل المكان ده لوحده. بس الصفقة متوقفة دلوقتي على خروج الجفالي. لو في عروض الجفالي لازم الزمالك يتحرك وبسرعة، ما ينفعش نقعد نستنى لحد ما الوقت يضيع مننا، يا يخرج يا اما يطلع اعاره يا اما نشوف له اي حل. بس الاسوأ انك تفسخ عقد بس الاسوأ انك تفسخ عقده وتدفع له 600 الف دولار على الفاضي. لا، خليه يخرج اعاره حتى لو ببلاش يا سيدي، او الزمالك يتحمل نص راتبه، بس المهم نفضي مكان. اللي بيحصل حاليا هو تكرار لنفس السيناريو اللي خسرنا فيه صفقات تقيله زي تيدي اوكو ورضوان بركان، بسبب ان المحترفين بتوعك قاعدين مبسوطين بالوضع اللي هم فيه، بياخدوا فلوس على الفاضي. هل احنا مستعدين نعيد نفس الغلطة؟ وهل في يناير هتلاقي جودة زي دي؟ من رأيي الشخصي يعني مستحيل. يان ماتيوس صفقة الموسم وبنسبة نجاح تتعدى ال 80%، دي واحدة من الصفقات القليلة اللي نجاحها مضمون. حرام نضيع الصفقة دي بسبب عواطلية قاعدين في القايمة. عايزين قرار سريع، عايزين نبدأ الموسم بلاعب جناح حقيقي. مش هينفع ابدا نكمل بايشو ونستنى المعجزه تحصل. الجمهور مش هيسمح لو الصفقه دي ضاعت. اللاعب ده تحديدا انا قلت استحاله جون ادوارد يقدر يخلصه بسبب الراتب بتاعه، بس اتفاجئت اننا مخلصين معاه جميع الاتفاقات وواقفين على خروج احد الاجانب. اللاعب ده كواليتي عالي جدا، وكان بيلعب ماتش ود قدام ليفربول من يومين، وكان عامل اداء عالمي في المباراه دي تحديدا. لو ما عرفناش نخرج الجفالي اعاره او بيع ونأيده هو، والله هنتقهر عليه. في الاخير هي كلها يومين ونعرف كل حاجة، نعرف هل اللاعب ده هيجي ولا هنكمل بإيشو. بس اتمنى من كل قلبي لاعب زي ده يبقى موجود في الزمالك، لانه قولا واحدا هيفرق معانا جدا هجوميا. من وجهة نظرك انت، ميركاتو الزمالك لحد دلوقتي ناجح بنسبة كام في المية؟ مستني رأيك في الكومنتات. كان معاكم هادي هشام، مع السلامة. حابب اشكرك جدا انك وصلت لحد اللحظة دي من الفيديو، رغم ان انا تعبان وصوتي مش احسن حاجة ومخارج الحروف عندي بايظة، ولكن شكرا ليك انك بتتفرج عليا للاخر.